عمر كمال طبعا لانه ما بيلعبش في نفس مركزه، هو بقى عنده مشكلة ان هو مفيش غير طريقة واحدة بس اللي هيعرف يعدي بيها، وهو انه هياخد اللعيب ويرقصه عشان يجيب الكورة من اليمين، رجله اليمين على الناحية الشمال. ولكن للأسف بما ان هي مش القدم القوية له، فبالتالي اي عرضية هيعملها نسبة ان هي تطلع غير دقيقة او ما يعرفش يعملها اصلا هتبقى نسبة عالية. نتيجة ان عمر كمال مش باك شمال برضو، تاني كل كورة هتجيله هيستقبلها بيمينه الاول. ثانيا وضع جسمه تشريحيا، عمر كمال صدره داخل لقلب الملعب مش لبره، فبالتالي كل كورة هتحاول تديهاله غصب عنه لازم هيضطر ساعتها انه يعدل وضع جسمه، فده هياخد وقت. ثانيا هو مش عارف يلعب بشماله، فهتفقد ميزة اساسية كان بيديها لك اي لعيب بيلعب ناحية الشمال سواء كريم الدبيس او معلول. انت كده ظلمته وافقدت الاهلي جبهة هجومية. الكرة دي لتالت مرة بتوضح برضو مشكلة عمر كمال. الكرة لما بتوصل مع عمر كمال كويس قوي بيقدر يقطعها تمام مفيش مشكلة، ولكن بما انه هو ما بيلعبش برجله الشمال، فهنلاقي انه ما قدرش او خاف يخاطر انه يلعب الكرة دي بوش رجله الخارجي لمودست، واضطر ان هو يلعب الامن ان توصل لكهربا، وكهربا للاسف مفيش تحكم على الكرة كويس كالمعتاد، وبالتالي الكرة ضاعت علينا. برضه الكرة بتيجي لعمر كمال بيعمل نفس الحاجة، بيستلم الكرة بيمينه وبعد كده يحاول يجيبها بشماله عشان يحاول يعمل كروس. الكروس ده مش هيبقى دقيق ومش هيعمل أي نوع من أنواع الخطورة. بيلعب واحد من لعيبة الأهلي سواء مروان أو كوكا لناحية عمر كمال، هنبص نلاقي نفس الفكرة إن عمر كمال بيضطر يستقبل برجله اليمين. طبعا هو ما يقدرش انه يعمل اللي كان بيعمله معلول او الدبيس حتى، فبيضطر انه بدل ما ياخد الكورة ويرفعها بيرجع الكورة لورا، فبيقلل من خطورة الهجمة طبعا. لما تكون بتلعب باك يمين تقوم حاطه مرة واحدة ناحية الشمال، هيبقى المنطق ان لما ياخد الكورة مش هيعرف يعمل بيها اللي كان ممكن يعمله الباك الشمال، ان هو يتقدم ويعمل عرضية، فبالتالي بيرجع الكورة لورا. تاني مع عمر كمال الكرة من مودست، بصل عمر كمال المفروض انت قدامك مساحة، لو هو باك شمال طبيعي وده مركزه وعدلته كان هينطلق ويعمل عرضية، لكن للأسف رجعها برضه لورا تاني. ومع المرة الوحيدة اللي عمر كمال فكر انه يشيل من أول مرة، والمرة دي طلعت مظبوطة وفعلا كانت هتعمل خطورة بس الجول لحقها.